وقال والي بشار في تصريحات له تناقلتها وسائل إعلام محلية، هنا ينقل هذا الموضوع من أحد المواقع العربية: منذ أن بدأنا مشروع غار جبيلات تلقينا ضربات من جميع الجهات حتى لا يرى هذا المشروع النور. لأنها تعلم أنها تستثمر في أراضي الغير، في ملك الغير، وما عندهاش حجج باش تدافع على هذيك الأرض وتقول الأرض ديالي. وتعلم يقينا أن المغرب عندما ينتهي من الصحراء الغربية المغربية وقد انتهى منها سيفتح يعني ملف ديال الصحراء الشرقية المغربية. السلام عليكم. احنا كاملين كمغاربة عارفين بأن الصحراء الشرقية مغربية. فرنسا أيضا عارفة بأن الصحراء الشرقية مغربية. المهم هذا ماشي النقاش ديالنا. النقاش ديالنا هو مع واحد الشخصية اللي كتعتبر نفسها مرجعية إسلامية وكتعارض العصابة الحاكمة في الجزائر. يوميا كيدير لايفات في الفيسبوك، يوميا كيهضر على الأمور، بعض المرات كيدخل في أمور كتخص المغرب. هنا نوريكم في هذا الفيديو ذا كيف ينافق هذا الشخص عندما يتعلق الأمر ببروز أو ظهور أو لمسة على قوة المغرب وعلى يعني إزعاج المغرب للجزائر ومنعها من التحرك، يعني مقيدها بشكل يعني مخليها وضحوكة في شمال إفريقيا. هذا الشخص هذا كيبغي يبين على أن المغرب ليس فعلا يعني بلدا قويا، ولا يعني فقط المشكلة فين كاينة في العصابة الحاكمة في الجزائر هي التي تعرقل العديد من الأمور. غادي نشوفوا هنا واحد الفيديو كيهضر فيه على الوالي ديال بشار. هذا الوالي ديال بشار قال بصريح العبارة بأن الجزائر كل ما حاولت أنها تستغل المنجم ديال غار جبيلات الغني بالحديد إلا وقوى يعني سماها قوى كبيرة أو قوى أجنبية تعرقل هذه الرغبة الجزائرية في في استغلال هذا المنجم. والصحافة الجزائرية اتفقت على أن المقصود بهذه القوى الأجنبية أو هذه القوى التي تمنع وتعرقل استغلال منجم غار جبيلات هي المغرب. لكن هذا الشخص هذا كيبغي يبين على أن المغرب ما عندها تدور. المسألة راه مسألة ديال أن العصابة الحاكمة في الجزائر ما عندهاش إرادة سياسية وما عندهاش رغبة في استغلال هذا المنجم، وغادي نجاوبوه ونردوا عليه إن شاء الله. شوفوا معنا هذا الفيديو هذا. ضعيفة جدا. وش يقول لنا هنا الوالي بدون ما يذكر لكن يشير؟ وقال والي بشار في تصريحات له تناقلتها وسائل إعلام محلية، هنا ينقل هذا الموضوع من أحد المواقع العربية: منذ أن بدأنا مشروع غار جبيلات تلقينا ضربات من جميع الجهات حتى لا يرى هذا المشروع النور. اتجهت تحليلات الصحافة الجزائرية لكون المقصود بكلام والي بشار المملكة المغربية، رغم أنه لم يشر إلى طرف محدد في تصريحاته. في الحقيقة هو قال من جميع الجهات. أكيد حطوا النظام المغربي كجهة. شوف، أكيد حطوا النظام المغربي في جهة، فهمتي؟ هو الوحيد الذي يناقض كل الصحافة الجزائرية اللي معروف أنها تأخذ أوامرها من المخابرات الجزائرية، لكن هو بالنسبة له بأن التحليل ديالهم كامل غلط هو اللي صحيح، وأن هذه الضربات ما يمكن لهم يجيو من المغرب. يعني شوفوا اسمعوا مزيان المرجعية الإسلامية. من جهات أخرى، اللي قال من جميع الجهات، لم يقل من جهة معينة كما مالفين يقولوا. أو بدون ما ندخل معاه في الجهات، ما الجهات تاع الوالي بشار هذا راح يسألونا أسئلة بسيطة. خلينا نسأل أسئلة يعني أنت إنسان خلاص ما قرأ ما تعلم ما شاف ما. يا والي بشار، إذا كانت هناك جهات وراكم تتلقاو في ضربات على جال غار جبيلات ومن جهات متعددة إلى آخره إلى آخره، شكون يمنعك أن يكون عندك مستشفيات جيدة في بشار؟ خلينا نروح. أنا غادي نجاوبه. راه المانع واحد، راه المانع اللي منع الدولة الجزائرية أنها تستغل غار جبيلات بالطريقة اللي بغات هي، هو نفس المانع اللي كيمنع الجزائر كدولة كعصابة حاكمة أنها تستثمر في الأرض الصحراء الشرقية المغربية، دير طرقات ودير أشجار ودير شوارع ودير بزاف ديال الاستثمارات. علاش؟ لأنها تعلم أنها تستثمر في أراضي الغير، في ملك الغير، وما عندهاش حجج باش تدافع على هذيك الأرض وتقول الأرض ديالي. وتعلم يقينا أن المغرب عندما ينتهي من الصحراء الغربية المغربية وقد انتهى منها سيفتح يعني ملف ديال الصحراء الشرقية المغربية في المحاكم الدولية،
وفي الأمم المتحدة، وسيؤدي في الأخير إلى أن يسترجع حقه كاملا غير منقوص. أنا أنطرح عليك نفس السؤال: علاش المغرب يستثمر في الصحراء الغربية المغربية؟ لأنه يعلم أن تلك الأرض هي أرضه ولا ينازعه فيها أحد، ومن يرى نفسه أن تلك الأرض أرضه فليتفضل، يعني سواء كان يريد أن يتفضل بقوته العسكرية أو أن يذهب إلى المحاكم الدولية وما إلى ذلك، وما على فخيلو كما كنقولوا حنا يركبوا. هذا هو الفرق بينك يا زيطوط، بتعتبر نفسك محللا سياسيا وبأنك تعرف خبايا الأمور وتفهم في السياسة، ولكن يعني هنا بنتي لي في هذا الفيديو بأنك يعني ما كتخربق وصافي ما عارف والو. راه المانع واحد، سواء كان هذا المانع اعترفت به الدولة أو لا ولي بشار ديال بشار، راه المانع واحد. راه عندما لا تملك أرضا لا يمكنك أن تزرع فيها الأشجار وتبني فيها العقار وما إلى ذلك، لأنك تعرف نفسك بأنك تبني فوق أرض ليست أرضك، يعني تبني فوق قاعدة سيأتي صاحبها في يوم من الأيام ليطالب بها، وسيكون عليك أمر واحد، هو إما أن تتفاهم مع هذا الشخص لعله يعوضك على تلك الأشجار وتلك المباني التي بنيتها، أو يطلب منك صاحب الأرض بأن تدمر ما بنيته وتخرج إلى حال سبيلك. يعني كتتبع بعض المعارضين الجزائريين كتقول بأن هذه الناس راها فعلا راه عندهم مواقف ثابتة وعندهم مصداقية، فإذا بنا نكتشف بأن هؤلاء يعني كلهم أو كلاهما وجهان لعملة واحدة، وهي معاداة المغرب والوحدة الترابية المغربية ومصالح المغرب. السلام عليكم.